إخوان السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم ومرحبا. أنا اللي غادي نقول لها الجزائر، أنا من حقك أيها الجزائري أن تبكي وتندوب حظك، لحقاش دزتي في واحد الوطن ما عنده لا تاريخ ولا هوية. ولكن هذا راه ماشي الخطأ ديالك أنت، ومن حقك أنك تقلب على باك. أما على جدك راه ما غاديش تلقاه مهما فعلت. يقدر يكون جدك روماني ولا برتغالي ولا تركي ولا فرنساوي، هذا أمر طبيعي لحقاش الأتراك استعمروا الأراضي ديالكم أكثر من 3 د القرون، والفرنسي استعمركم تا هو 132، بغض النظر عن القوى الأخرى اللي عاشت في الجزائر قبل الاستعمار، قبل الأتراك وقبل الفرنسيين. وأنا أقصد دوك البيزنطيين والويندار والصقليون والبرتغال، خلقوا من النساء ديالكم عاهرات، يعني ومن الذكور ديالكم غلمان ينكحونهم في أي وقيتات. ما فاش خرجت الكلمة ديال بوتقبة ولد بوتقبة. لهذا ما خصكش تقلق إلا ناديتك بابن سمو الأغا، وتقبل الحقيقة المرة اللي كتخزنها عليك أمك وجدك. وملي شبعوا منكم الأتراك حتى التخمة باعوكم الفرنساويين، باعوكم بواحد الثمن اللي هو بخس، جلدوكم وأدبوكم وركبوا عليكم كما تركبوا البغال والحمير. تخيل مع 900 سنة من الرق والعبودية. الله، والله إلا كنشفق عليكم أخويا. إلا كنتي كتشكك في الوثيقة ديال البيع هذه، راه هي موجودة عندي وفي متناول الجميع. لهذا أدعوك أيها الحثالة إلى الاستماع إلى النقاش ديال المغاربة فيما بينهم، غادي تفهم كيف يتحاور العقلاء بدون ضجيج. ما كاين لا سب ولا أنتما ولا شتم ولا تزايد، عكس النقاش معكم أيها الشعب المنبطح المنبوذ. عندما تنهزم الجزائر في النقاش، أو الجزائري تيتنهزموا في النقاش ويريدوا الهروب، تنتقلوا لواحد الخطة ديال طرح الأسئلة التي أصبحت معروفة: الصحراء الغربية هل هي مغربية أو لا مغربية؟ وما هي الفصيلة ديال الدم ديالكم؟ والسبتة ومليليا؟ واش هي لالاس المغرب طبع مع إسرائيل غاز الجبيلات؟ وعندما ملي كيشد عليكم الخناق وتريدوا الهرب تسبوا الرموز. والله أنا أتأسف عليكم كثيرا أيها يعني أيها الكراهية، كانت أسف عليكم بزاف. إنه ليس بمقدورنا حنا نغيروا القاعدة القديمة اللي كتقضي بأن الفاشل كيقلب ديما على تصريف داك الفاشل ديالو عند ما ينجح. أول ولا كيحاول يعني يحاول ينجح. نحن كمغاربة هذا 6 سنين قضيناها في تحليل العقلية ديال الجزائر والجزائرية. فتحنا واحد النقاش مع الأطباء النفسيين اللي خبرونا أن اختلاط الجينات وضعف التغذية المتوازنة واستهلاك المخدرات بكثرة هي أحد الأسباب الرئيسية في داك الشيء اللي كيوقع في العقل ديال الجزائر الآن. هذا اللي خلى كل المغاربة كيرفضوا حتى يذكروا الاسم ديال الجزائر. سبحان الله، اسم ملغوم تشمئز منه النفوس. الجزائر اسم ملغوم، والله إلا ملغوم بالله. خليونا أخويا، دعونا أسألكم يا جزائر يا مراحيض المقاهي، بعد أن تعمدتم الخطأ في حق المغاربة، لهذا الحد بلغ بكم الوهن؟ لهذا الحد تصرون على تذكير العالم بأنكم أضحوك؟ واش يقدر يستطيع العقل السوي يتحمل الأكاذيب؟ تخيلوا معي أن الجزائر أغرمت أمريكا على وضع والدستور لها حسب أقوال حومي. لماذا تضعون بعض المواطنين الجزائريين في قلال الشرفاء في واحد الوضع لا يحسدون عليه؟ قبل هذا وذاك اشنو هو اللي منعكم من مطالبة النظام يخبركم فين كتمشي دوك العائدات ديال الغاز والبترول ديال الجزائري؟ لماذا الجزائر في الطابور صباح مساء الحصول على ما يقتات عليه؟ لماذا السياحة شبه منعدمة؟ أين هي حرية التعبير في الجزائر؟ ولماذا يتم اعتقال أصحاب الرأي عندكم تما في الجزائر؟ وهل فعلا الجزائر دولة ديكتاتورية كما يقال، أم فاشلة، أم مجوسية؟ أتفق معك إذا قلت مجوسية، لأن فعل المجوس تتوفر في الجزائر. تخيلوا معي أب يبارك زواج ابنته من شقيقها، وهذا أخطر ما رأيته. والسلام عليكم أخي، إلى فيديو قادم إن شاء الله.